جميعا من أجل الأفق الحركي الجديد شعار الدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بالرباط، محطة تنظيمية في جدول أعمالها تطوير هياكل الحزب وقضايا أخرى. تقربنا منها خديجة جمالي وعثمان التاسي. الدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية محطة سياسية وتنظيمية هدفها الدفع بالحكامة التنظيمية وتطوير آليات حزبية جديدة تساهم في إنجاح الفعل الحزبي، كما تعد محطة للتداول حول عدد من القضايا الوطنية الراهنة. غادي تكون مناسبه لاستكمال الهياكل، كما قلت غادي تحضر فيها مجموعه ديال القضايا في النقاش، طبعا بدءا من القضيه الوطنيه، التحقيقات في المجال يعني الانجازات في المجال الدبلوماسي، وايضا الوقوف على قضايا اللي كتستثمر باهتمام المواطنين فيما يخص الاداء الحكومي، فيما يتعلق بالصحه، بالتعليم، بالسكن، يعني وجميع يعني المواضيع اللي كما قلت ذات راهنيه. أفق حركي جديد غايته خلق دينامية حزبية تؤكد أهمية أدوار العمل السياسي وتحفز على الانخراط فيه بفاعلية عبر تقديم بدائل جديدة. بديل حركي اللي فيها ركنين: تجديد الخطاب السياسي، ولكن أيضا تجديد آليات الحكامة التنظيمية بما يمكن من إعادة الثقة في نبل العمل السياسي وضمان نجاعة الفعل. وأعتقد أن سؤال المناصفة وحضور المرأة بشكل وازن في تدبير الشأن العام والمشاركة السياسية هي واحدة من العناوين الكبرى للبديل الحركي. دورة تخصص أيضا لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة للحزب مع استعراض مختلف القضايا والانشغالات الآنية التي تتطلب مواكبة وتفاعلا حزبيا متواصلا.